تحققت اليوم على أرض قطر. أفضل لاعب في التاريخ رسمي. نعم والله أنا تنظن بأن مشى في الطريق ديال مارادونا، وبعض الأرقام هو عنده أحسن من مارادونا في الأهداف، في عدة أشياء، الدقائق الملعوبة، الأهداف المسجلة مع الفريق، لأن فاز مارادونا في الأهداف المسجلة مع المنتخب. بصراحة فريق كذلك رائع جدا، لأن بصراحة ما كنا ننتظروا بهذيك القوة يلعبوا، ولا سيما لما سجلوا عليهم الفرنسيين. صراحة قوة عقلية عندهم وجسمانية، وكذلك حضور الجماهير اللي هي موجودة في الملعب كله مملوء بالجماهير الأرجنتينية. مباراة مجنونة بكل صراحة، أعلى مستوى شفناه في كأس العالم داز اليوم، ولا أحد كان يعرف المباراة كيف ستنتهي. بكل صراحة هنيئا لهم، لأن يستاهلون روح قتالية، تكتيك مستوى عالي، وميسي كذلك في مستوى عالي، ولهذا يستاهلوا بصراحة يفوزوا وياخذوا كأس العالم. خالد، طبعا نحب نبارك للأرجنتين، صراحة يستحقون هذا الانتصار التاريخي، نهائي من أعظم النهائيات على مستوى العالم في تاريخ كرة القدم. شاهدنا مباراة مجنونة صراحة، هارلك فرنسا كذلك، لكن خلينا نروح لمحور التحولات اللي شاهدناه في المباراة. كثير من التحولات، لو خذنا يعني نحلل المباراة كثير من الأمور صعب نسردها الآن، لكن الفرحة الطاغية على هذا الانتصار هو المحفل الكبير، التتويج الكبير، التفاصيل اللي في النهائي اللي شاهدناه. طبعا ميسي أكيد عريس هذا الحفل، كابتن الفريق، أحسن لاعب، اليوم يتوج بكأس العالم وبلبس البشت من سمو الأمير. هذا شيء يعني أداء يعني شيء مختلف بالنسبة للاعب أرجنتيني يتوج بهذه البطولة. يعني ما لفت نظري أنا في المباراة أو بشكل عام في المنتخب الأرجنتيني بعد خسارته من السعودية بدأ تدريج في هذه المباراة. أنا في اعتقادي يعني أول نشكر المدرب رقم واحد، نشكر المجموعة قبل ميسي، نشكر المجموعة، لأن لاحظنا في المباراة وقت في فترات مباراة ميسي إذا يغيب تحصل الفريق ينهض بميسي، وقت ما ينزل الفريق ميسي يطلع ويرجع الفريق لسير المباراة. المباراة كانت يعني جدال بين الفريقين، مثيرة مجنونة، فيها تفاصيل كثيرة صراحة، كثير من الأمور يعني صعب الآن نسردها، لكن الفرحة هي اللي طاغية، سواء علينا كنقاد كمحللين، على الجمهور صراحة اللي حضر، يعني صار له فترة طويلة متواجد من بداية البطولة لنهايتها، يستحق كذلك. الآن وصل عدد تقريبا 40,000 يعني حاضر في الملعب، من ضمنهم العرب كذلك، المشجعين للأرجنتين والآسيويين كذلك. ف يعني للتاريخ صراحة، يعني فوز للتاريخ ونهائي للتاريخ. شكرا قطر صراحة، مهما أشدت في بلادي قطر، لا صعب أن أنا يعني الكلام يعجز، لكن تتويج هذا خير مثال صراحة. هي نهائي استثنائي، حتى في السيناريو، حتى في النتيجة، حتى في التشويق والتسابق بين المنتخبين. اعطانا كأننا نحن كنا محظوظين انه موجودين وشاهدنا بمونديال قطر. كان استثناء في اوله، ثم ختم بالاستثناء في اخره، الاستثناء بالاحتفال. ولا مره شفنا في نهائي كاس عالم تتويج بالطريقه التقليديه هذه، بالرمزيه، انك تلبس البشت القطري في نهائي وانت تتسلم تاج البطوله. استثناء نفس الشيء، باعتبار انه هي كلها استثناءات في المونديال قطر 2022. احنا كنا محظوظين ايضا. لازم صحيح انه ميسي استحق كل